المتابعين صيفط لي ميساج قال لي خويا الدابوس بغيت نزيد المتابعين في القناه ديالي او البراند اللي دار في واحد الانستغرام ديالو. ومستعد نعطيك واحد 500 درهم مقابل هذا الشيء. الصراحه هذا الميساج خلاني نوقف ونفكر في هذاك الوهم الكبير اللي ولا كيبيعوه للشباب في السوشيال ميديا اليوم. ب 500 درهم سهل نمشي نشري ليه 100,000 ابوني. الوهميين من الواقع المعروف هاد فيق الصباح تلقى 10 20,000 وهاي فرح وهاي براسو بلي واصل لواحد المرتبه وواصل في داكشي اللي كيدير في داك الدومين اللي كيقدم. ولكن اشنو هيستافد فاش هيلوح فيديو ويجيب ليه 10 المشاهدات؟ هذا هو الواقع ولا هذا الوهم اللي كيخبيو عليك شحال من واحد اللي كيبيع لك بحال هاد المتابعين او المشاهدات ولا اي واحد كيبيع هذا الخدمه هذه. وهذا هو الجانب المظلم ديال صناعه المحتوى اللي اغلبيه ما كيهضرش عليه. الارقام طالعه ولكن التفاعل ميت بحال الى يلاه بدا. ولكن هذا الشيء اللي ولا دابا كيبيعوه المتابعين وكيقول لك باللي حقيقيين ويمكن تطلع لك الكونت ديالك واي واحد طلع يشوف داك الزواق. هما بمثابه الزواق ماشي شي حاجه زعما ما غاديش يتفاعلوا معك. واخا تلوح فيديو واخا تلوح جوج واخا تلوح 10 هادو ما مهتمينش بداك المجال. شريتيهم بحال شريتي داك الفلوس ديال الدرهم ما يتفاعلوش معاك واصلا هما ما مهتمينش بداك المجال اللي كتقدم ليهم. هما اصلا ديكور. وهذا الشيء اللي قلت لهاد السيد او لهاد المتابع اللي صيفط ليا من المتابعين اللي كيتابعوني شحال هادي وصيفط ليا وقال لي انا نستثمر معاك ولا تقدم لي هاد الخدمه. وهو قلت ليه ما نقدرش انني نقدم لك هاد الخدمه وهاد الخدمه كي دايره وهكا الجانب ديالها السلبي وهذا الجانب ديالها الايجابي. الجانب الايجابي هو انه كيوليو دوك المتابعين سواق، والجانب السلبي انهم ما غاديش يتفاعلوا معاك، هما مجرد سواق ويقدر تفوت سيمانه او لا شهر وتلقى زيرو متابع. وهذا الشيء انا ما كنصحش به اي واحد بادي واحد الدومين ولا بادي واحد الحاجه وكيبغي انه يزيد المتابعين. وديك الريل اللي لحتو وكندوي على هذيك البنت اللي دخلت عندي الانستغرام وبغاتني انني نزيدها متابعين خرابيش يطلعوا لي عندها في الكونت ويفرقعوا ليها الكونت. هذيك الهدف ديالها انها يدخلوا عندها الخرابيش. فهمتي؟ اي واحد دابا اي دري كيدخل عندها كيلقى عندها الكونت طالع يقدر يصيفط ليها، يقدر ما نعرف يقدر يبارطاجي ليها الفيديو وما يبارطاجيش الفيديو ديالي. هذا هو هادشي اللي بغيت نوصل ليه. ومن بعد سنين ديال تماره والصهير مع المونتاج والتجربه في هذا الدومين نقدر ناكد لك باللي الطريق السهله ديما كتخرج على مولها. والخوارزميات ديال المنصات راهم ماشي مكلخين، راهم اذكياء. بمجرد ما كيعيقوا بالحساب فيه المتابعين وهميين كيقضيو عليه وكيطيحوه في الترند ديالو وكيولي كتهضر غير مع الحيط، ما كتهضر مع حتى واحد. المتابعين كيكونوا ميتين، ما بقاش كيتفرج فيك حتى واحد، حيت دوك المتابعين ديالك وهميين اول حاجه. والجواب ديالي لهذا السيد او لهذا المتابع اللي صيفط ليا هذه مؤخرا ملي لحت داك الريل، جاوبني هذا المتابع ولاي واحد كيفكر بحال هكا كان واضح. الجواب ديالي راه صيفط ليه وكنشكرو تحياتي ليه لانه كيبارطاجي الفيديوهات ديالي وديما متبع معايا. ديك 500 درهم خبيها واستثمرها في شي ميكرو مزيان او لا شي كاميرا مزيانه ولا اضاءه بسيطه او لا انك دير الترويج لديك الصفحه ديالك ديك لاباج ديالك ولا البرودوي اللي عندك دير ليه واحد الترويج باش الصفحه تطلع وتبان الناس اللي مهتمين. والاستمراريه وإلا كتقدم واحد المحتوى مزيان واحد المحتوى اللي يعجب الناس. هذا الشيء اللي كاين. تحياتي لكم
جميعا. المهم هاد الاستفاده تكون في بالكم، ولا اي واحد بغى يدير شي حاجه ولا يزيد هاد المتابعين ولا هاد الشيء اللي كتشوفوا دابا في السوشيال ميديا ديال المتابعين، راه هاد الشيء ما منه والو منه، ولكن ما غاديش يدفعك بواحد الطريقه اللي مزيانه.